يعني انا دلوقتي عندي الفصل الاول في الكيمياء، وعندي درسين فيزياء، وعندي يونت انجلش. عشان اخلص الحاجات دي هعمل جدول دلوقتي، ومن بكره الفجر هقوم انفذه ان شاء الله. طبعا السيناريو اللي حصل ده بيمر علينا كلنا، سواء كنا ثانويه عامه ومراكمين او مش ثانويه عامه ولكن عندنا تراكمات. بنشوف ايه اللي متراكم علينا ونجيب ورقه وقلم، هنعمل جدول النهارده عندنا تراكم كذا وكذا وكذا، هنكتبه في ورقه. ومن بكره الفجر انا هصحى اعمل كل اللي كتبته ده. جه تاني يوم انت ما صحيتش الفجر وصحيت بعد الظهر، هتفضل يا لهوي اليوم باظ، هعمل ايه؟ لا لا لا، هفضل اصيح طول اليوم ومعاك طول اليوم صياح. وقبل ما تنام لا، انا هعمل جدول تاني وابدا من بكره الفجر كل يوم على هذا الوضع لحد ما التراكمات تبقى قد البحر. طب ودلوقتي ايه حل المشكله دي؟ حل المشكله انك تسمع الفيديو الاخر وتطبق كل الخطوات اللي هقولك عليها خطوه خطوه. اول حاجه اقولها لكم، ابداوا في لم المتراكم عليكم من دلوقتي. يعني بعد ما تخلص الفيديو على طول ابدا في اي ماده عندك تراكمات فيها وابدا ذاكرها. اوعى تستنى انك تعمل جدول بدايته بكره الفجر. احنا من اول السنه بنعمل جدول بدايته بكره الفجر وما نفذناهوش، بدليل انك قاعد تتفرج دلوقتي على الفيديو بتاعي علشان تعرف تلم المتراكم ازاي. فاول ما تخلص الفيديو هات اي ماده عندك تراكمات فيها وابدا ذاكرها، لان ببساطه انت دلوقتي عندك حماس البدايات، عندك شعله الحماس اللي تخليك تبدا وتلم المتراكم عليك. لكن لو استنيت لبكره الفجر الشعله هتكون اتطفت وحرفيا مش هتذاكر، وهتراكم يوم واتنين وتلاته واسبوع والتراكمات عندك هتبقى قد البحر. ووريلي هتلمها ازاي. تاني حاجة اقولها لكم، ذاكروا بالكم ومش بالساعات. يعني ايه؟ يعني مثلا عندك 3 دروس كيمياء ودرسين فيزياء و3 احياء، محتاج تخلصهم ومتراكمين عليك. فانت جيت النهارده قلت هذاكر 10 ساعات، 5 للاحياء و5 للكيمياء. تذاكر في الخمسة بتوع الاحياء 3 دروس، والخمسة بتوع الكيمياء 3 دروس. جيت في الخمسة بتوع الاحياء خلصوا وانت لسه في تاني درس. فاللي هو يا لهوي انا لسه في تاني درس ومخلصتش والتراكمات بتزيد وانك مش عارف تدير وقتك والكلام ده. عايزه اقولك ان الطريقه دي غلط جدا، انك تشوف مثلا هذاكر 10 ساعات النهارده، منهم في الخمس ساعات الاولانيين 3 احياء، وخمس ساعات التانيين 4 كيمياء. طريقه خاطئه جدا. انت لازم تشوف مثلا النهارده هذاكر 3 احياء و2 كيمياء، فانت ما تحددش عدد ساعات معين للدروس اللي انت هتذاكرها. يعني مثلا هتذاكر 3 احياء، فانت اليوم عندك مفتوح، بس اوعى تنام غير لما تذاكر ال3 الاحياء. يعني مثلا خلي عندك زي الامتحان بكره، يعني مثلا خليك مثلا في تحدي كأن الامتحان بكره ولازم تكون مخلص ال3 الاحياء دول النهارده. فاوعى تنام النهارده غير لما تكون مذاكر ال3 الاحياء. تالت حاجه هنتكلم فيها، اذاكر الجديد مع القديم ولا القديم وبعدين اشوف الجديد. ده اللي اقولك عليه. اول حاجه احنا ناخد مثال للفيزياء. مثلا المستر بتاعك بيشرح في الدرس الرابع وانت بتراكم عليك اول 3 دروس، انت هتمشي مع المستر بتاعك في الدرس الرابع ده اللي هتذاكره بالتوازي مع الدروس القديمه اللي متراكمه عليك. يعني اوعى تبدا من الدروس القديمه وتقول انا هبدا من اول الدرس الاول في الفيزياء وبعدين بقى اشوف المستر بيعمل ايه. لا، انت كده هتبقى متراكم عليك ومتاخر. فاوعى تعمل كده. خليك ماشي مع المستر بتاعك في الدرس ايا يكن هو في الدرس الكام، تذاكر اللي هو بيقوله، ولكن خد مع القديم وخليك ماشي معاه، ما يبقاش يعني مراكم ومتاخر. رابع حاجه اقولها لك وخدها قاعده، بكائك على تضييع الوقت في حد ذاته تضييع وقت. يعني ايه؟ يعني خليك مرن كده في اللحظه اللي تحس فيها بالندم وابدا على طول. يعني مثلا دلوقتي انت حطيت خطه من دلوقتي ليوم الجمعه الجاي، وفي النص كده وقع يوم منك سواء بمزاجك او لظروف خارجه عن ارادتك. ما توقعش باقي الاسبوع وتقعد تبكي على باقي المسكون. اعمل خطة جديدة بتقسيمة جديدة بجدول جديد وابدأ من الأول خالص، وخليك ماشي ريلاكس خالص، عادي جدا توقع، ما انت كنت براكم أصلا ودلوقتي بادئ تلم البتراك. فعادي جدا لو وقع منك يوم، مش مشكلة، مش هننهي العالم. طب لو عملت خطة اليوم انك تصحى الفجر ومن بعده ألف باء جيم وتبدأ تعمل الحاجات اللي انت عايزها، وصحيت في اليوم ده الظهر، اوعى تبوظ اليوم وتقول طالما ما صحيتش الفجر فانا خلاص بقى هضيع اليوم ده وابدا من بكره. لا، كمل الحاجات اللي انت كاتبها اعملها من بعد الظهر، اعمل على قد ما تقدر لحد ما اليوم يخلص. اوعى تضيع يوم بدون ما تطلع منه باي استفاده. طب لو ضيعت يوم كده بلا هدف واليوم بدا يخلص وخلاص ما عادش فيه غير كام ساعه، اوعى تسيب الكام ساعه دول كمان يضيعوا. اعمل كويك ليست كده فيها 3 تاسكات ولا حاجه واستعين بالله وابدا فيهم وخلصهم. ما تسيبش ولا يوم بدون انجاز. هقول لك حاجه سريعه كده خليها في دماغك دايما، المسلم في أي وقت إذا استدرك فهو يستدرك عند كريم. يعني في أي وقت تحس خلاص إنك لازم تبدأ وحسيت بالندم الشديد وإنك خلاص بقى مراكم وعايز تبدأ وتلم كل اللي وراك، فأنت استعين بالله وابدأ وإن شاء الله ربنا هيعينك وهتقدر تخلص كل المتراكم عليك. دي بعض الخطوات والحاجات اللي ممكن أساعدك بيها إنك تلم المتراكم عليك.
خليك دايما عارف انك لسه في بدايه السنه، ما تحاولش تراكم اكتر من كده، وحاول تلم كل حاجه عليك، وحاول تمشي مع المدرسين ومش متاخر. خليك عارف انك مش متاخر، في ناس لسه بتبدا من دلوقتي، ولكن يعني ما تراكمش، احنا لسه في اول السنه، والموضوع بتاع التراكمات ده لو وصلنا نص السنه واحنا بنراكم كتير فالموضوع هيبقى صعب جدا انك تلم. ودلوقتي اعتقد اني وصلت لنهايه الفيديو، ولو وصلت لنهايه الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وجوين جروب التليجرام وفولو على الانستجرام طبعا عشان تسالوني، لان اصلا فكره الفيديو ده مستوحاه من المسجات اللي جت لي على الانستجرام، لقيت عندكم تراكمات كتير فقلنا نتكلم في الموضوع. وطبعا لو عندكم اي فكره او موضوع عايزين نتكلم فيه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله اعمل لكم الفيديو الجاي قريب. مع السلامه.